تعاني معاناة صارخة. الدنيا واقعة، كل حاجة بتزيد، والأسعار منفلتة على الآخر. حمل على أي واحد بيعيش في بريطانيا، حمل. انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. انا ليا صديق في انجلترا قال لي اللي عاوز يعرف يعني ايه ازمه اقتصاديه يتفضل ينور في لندن. صديق عزيز النهارده بيكلمني من لندن، بقول له الاخبار ايه عندك؟ قال لي اخبار ايه؟ انا لسه ابني مكلمني، ابني بيدرس في لندن مش لاقي يعيش. بقول له ايه الدنيا؟ قال لي الدنيا نار. امريكا، ولسه حد بيكلمني ان هناك اسعار السلع زادت 50%. مصريه بتشتغل في البرتغال قالت لي الناس واقفين في طوابير علشان ياكلوا. راح قاعد مع مجموعه من المصريين في الخارج اللي جايين اجازه، بيحكي لي بيقول لي بص خد الصوره دي، انا كنت بعتها للمدام، عايزين اروح اجيب ازازتين زيت من فرنسا وهو عايش في سويسرا، قال لي ما تلاقيتش. غريبه. صديقي النهارده من المنوفيه بيقول لي احنا ما عندناش رز. على راي المثل الفشر فشر والعشا خبيزه. شايفين من بره ان المستقبل حلو، المستقبل حلو لدرجه ان ممكن ان بعد 5 أو 8 سنين ان احنا كمصريين ممكن نفكر نرجع نعيش في مصر. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ شفتوا جرأة وجسارة وشجاعة ووضوح وجلاء سيادة الرئيس. عقبال 100 سنة من العمل و100 سنة من الإنجاز تخطى أسقفه في جسارته الذاتية والشخصية، يعني عدى ما اعتدناه منه. و100 سنة من جبر الخواطر. الرئيس السيسي دائما يقف في صف المواطن. طب والله العظيم الرئيس يستحق نوبل، فلتحمله رئيس الجمهورية على الأعناق يوميا. أكتر حاجة قعد يشتغل عليها تحسين أحوال الناس اجتماعيا ومعيشيا. كل صباح الفل نقف حوالين التحدية، يا فندم لو سمحت نورنا عشان عايزين نحملك على الأعناق. رئيس يتحدث دائما بالصدق. الرئيس طيب قوي. الشعب المجتمع في حماية الرئيس بنفسه، مفيش حد هيقرب لكم يا عم. ابسط. والله 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 عندي استعداد افدي الراجل ده بنفسي انا في هنا، بعد الشر عنه. انت بتضحك ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟